قبلت باش نكون في ذاك المجلس لسببين. اولا هذه الرغبه ديال الملك، ثانيا هذاك المجلس ما فيش تعويضات، يعني كدير عمل تطوعي وصافي. فتماك بدات تفكير انشاء هيئه الحقيقه او العداله الانتقاليه. شنو هي العداله الانتقاليه؟ اسمها يدل عليها. كاين العداله الجنائيه، وهذه العداله الانتقاليه تساعد انتقال البلاد من وضع ديكتاتوري او تعسفي الى اخره الى وضع ديمقراطي. كما قال الاستاذ بلا، التجربه المغربيه هي الوحيده فرده في العالم اللي ما جاتش جميع تجارب العداله الانتقاليه في العالم جات على انقاض حكم عسكري طاح او ديكتاتوري او حرب اهليه وجات، الا التجربه المغربيه في نفس النظام. فبدينا كنتداولوا في المجلس الاستشاري باش نرفعوا ديك التوصيه لصاحب الجلاله باش يدير هيئه الانصاف والمصالحه، كنا سميناها هيئه الحقيقه والمصالحه. لأن كانت دارت ذاك الهيئه مستقله للتعويض، ولكن هذيك ديك الساعه كان ديك المصري يجي كيوقع خصك توقع كمناضل انه بحال كتخلص وكتشد فمك، ما طالب لا بحقيقه لا والو. هذه اهانه للضحايا واهانه للمسائل. حنا سميتو، حنا كنا في هيئه الانصاف والمصالحه كنعتبروا التعويض المادي الرمزي. ما عندك الواحد الا ديتي له با وولدو نسيتي له كرامته وخا تعطيه مال الدنيا ما كتعوضوش عليها، فكنعتبروا فبدينا كنتداولوا درنا واحد المشروع، قرينا التجارب العالميه كلها واستخلصنا منها وتكون عندنا واحد التجربه رائده. لما طرحنا نظروا بعض الاخوان اعترضوا الاخوان، يعني قيمتهم ماشي شحال واحد كيسالني علاش هادو اعترضوا، تنقول لهم هذوك هم وطنيين ولكن كيبغيو بلادهم بديك الطريقه، حنا كنبغيو بلادنا بطريقه اخرى. حنا كانت عندنا الاغلبيه وكان بغينا ندوزها في السويس، كنا ناخذوا الاغلبيه، ولكن كانت بغينا تمشي بالاجماع. وماذا ما التصوير غادي تمشي بالملك خصها تمشي بالاجماع. وقع شنعان وبالتالي السي عازمه والظروف ما ساعدتناش. كنا كنتناقشوا في ذاك ماي 2003 فاش وقعت حدث الدار البيضاء، انفجارات في الدار البيضاء. وديك الساعه الله يرحمه المرحوم حرغان يعني يوجه لي واحد السؤال شخصيا، قال لي سي بودر هذا هاد الناس اللي فجروا البلاد وداروا وفعلوا حتى دابا 4 سنين 5 سنين نعوضوا لهم ونعتذروا اليوم. السي حرغان هاد الناس الا تعذبوا تنتهكت حقوقهم سميتو ما دارت لهمش محاكمه عادله، راه خصنا نعوضهم ونعتذر لهم. احنا ما كنعوضوش لانه فالمهم دارت واحد اللجنه ترأسها السيد رئيس عازمان فيها النص شي معه. بدينا كنتنازلوا، بدلنا الاسم الحقيقه، قالت ما ديروش الحقيقه انت ما عندكمش الحقيقه. قلنا لهم واخا جات القضيه ديال سميتو التعويض المنفيين، قال لك لا ما نعوضوهم شيء، جالسين مبرعين مع راسهم وذاك المسائل. صار فيها عازمه قال لي انت الوحيد اللي يتحل لنا هذا المشكل. خلينا نذكر واحد نوقفوا الجلسه واحد 5 دقائق. كان معنا 2 الاخوان من هيئه التحكيم، قال حنا راه عوضنا المنفيين، وماشي غير المنفيين الخارج، حتى المنفيين اللي في الداخل، الناس اللي كنهربنا راه عوضناهم. صافي جبنا واحد الجمله انه نمشيو على ما دارت الهيئه الاخرى ونحيدوا المنفيين. كاين عاوتاني القرر قال لك لا قلنا الوقوف على المقابر. المهم اشياء بحال هكا بدلنا عوض هيئه الحقيقه والانصاف صبحت هيئه الانصاف والمصالحه. ولكن الاستقبال اللي درنا الملك في تنصيب اكادير قال انتم هيئه الحقيقه والانصاف والمصالحه. هذاك القانون الاساسي اللي ينشر في الجريده الرسميه تسمى هيئه الحقيقه والانصاف والمصالحه. حق الفضل كيرجع، يعني كانت هناك اراده ملكيه حقيقه. الا خصكم تعرفوا انه التجربه الوحيده في الوطن العربي هي ديال المغرب، والعالم الاسلامي هي ديال المغرب. راه الخليجيين فاش دارت ما عجبهمش اي الحل، شي كتنوض علينا والمسائل، يعني واحد الشجاعه كبيره باش يديرها. وفعلا ماشي غير في هذه القضيه، نعطيكم امثله اخرى بانه هو حتى تبروكا يعني كان المشكل هو اللي كيحل. كانت تزمنات
فيها واحد 3 العمارات، خلي هذوك اللي كانوا معتقلين فيها هذوك تهدموا طرازات. كانت فيها سكنه اللي كان بناوها الفرنساويين، وهذيك اللي كانوا ساكنين تماك وفقر اللي بناها. وغادي يجي يمكن نهضروا على هذه القضيه. فطلبنا ان هذوك العمارات الثلاث تبقى ديك القريه. هذوك القريه كان ممنوع يشعلوا الشمعه، ممنوع يديروا الافراح، لان هذيك تزمامات حدا هذاك معسكر سري، وبالتالي حرمينهم من جميع الوسائل، لا طريق لا ضوء لا نهائيا، حتى شي بلاكه اللي كتسمى تزمامات ما كاينش حنا اللي درناها فيما بعد. فهنا هو 3 العمارات تخلينا نديروهم لهذيك القريه، نديروا فيها وحده مدرسه، وحده تكوين ديال النساء، وحده هاد المسائل الى اخره. تيجاوبنا الجنرال الفلاني تيقول لنا حنا فعلا هذه القضيه عنده الحق فيها، ان جميع الجيوش حيت تدخل شي سكنه كترازي كطيح كلشي كتمحي، باش اذا جا الخصومه ولا العدو ما يعرفوش كيفاش كانت تخبى فيها السلاح ولا شي حاجه. فهذيك قالت له صاحبي قالوا لنا ما يمكنناش، احتكنا صاحب الجلاله صافي. مشى هذيك الساعه استقبلنا السيد هذاك الفلاني وعطانا الموافقه، خلاو لنا هذيك سميتو. حنا مازال خدامين فيها ديك الزمان، بغات تكون واحد الذاكره. وهذوك الناس الان ديك داخل مع واحد المشروع اللي يديروا 50 هكتار ديال الزيتون، 50 هكتار ديال اللوز، 50 هكتار ديال الكرموس هذا الهنديه، واحد 300 هكتار ديال الاعشاب سميتها طبيه، ويكون تربيه الماعز، الفرماج والعسل، وغادي يشريو